السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طالبات وطلاب كلية العلوم بن مسيك في هذا لا فيديو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتطرق الى بارتي من الكور ديال الشيمي اورغانيك، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. دونك غادي نتطرق لاول فقره في هذا لا فيديو اللي هي ريبريزونطاسيون دي موليكول. هاد ريبريزونطاسيون دي موليكول كتكون من 5 ديال لي فورمول. نبداو بالفورمول الاولى اللي هي فورمول بغيت. هاد لا فورميل هادي يعني بسيطه وسهله في نفس الوقت، يعني فيما شفتوا اي جزيئه كتكتب على هاد الشكل، يعني كتكون من ذرات تاع الكربون وذرات تاع الهيدروجين وذرات تاع الاكسجين، دونك فهي كتحقق لنا هاد لا فورميل. نعطيكم واحد ليكزامبل باش نفهموا اكثر. عندي مثلا هاد الجزيئه كتكون من 2 ذرات تاع الكربون، 6 ذرات تاع الهيدروجين وذرات تاع الاكسجين، دونك فهي كتكتب على شكل هاد الجزيئه هادي، دونك فهي كتحقق لنا هاد لا فورميل. دونك فورميل بسيطه. ندوز الان للفورميل الثانيه اللي هي فورميل ديفلوبي بلون. هاد لا فورميل هادي كتعني باللغه العربيه يعني الصيغه المنشوره. دونك الهدف من هاد لا فورميل هادي هي يعني كتابه يعني الجزيئه بصيغه منشوره، يعني باش نشوفوا كيفيه تسلسل الذرات وباش نعرفوا طبيعه الروابط، يعني واش ليزون سامبل ولا ليزون دوبل ولا ليزون تريبل. يعني هذا هو الهدف من هاد لا فورميل. عندي دي زيكزامبل. غنخدم مثلا معكم هاد ليكزامبل هذا سي اش 4. هاد الجزيئه هادي كتكون من ذره تاع الكربون، ذرات تاع 4 ذرات تاع الهيدروجين. دونك باش نمثلوا هاد الذره يعني نكتبوها بهاد لا فورميل، غادي نقوموا بهاد العمليه. اول خطوه يعني غادي نمثلوا جزيئات الكربون هي الاولى، وكيف كنعرفوا يعني الكربون يعني كيدير 4 ديال الروابط تساهميه، دونك بالتالي غادي دير 4 ديال الروابط مع الهيدروجين. دونك هذا مثال بسيط. غادي نقوم الان بمثال اخر، يعني سي 2 اش 4. جزيئه كتكون من 2 ذرات تاع الكربون و4 ذرات تاع الهيدروجين. دونك غنقوموا بنفس العمليه، يعني نقوموا ب يعني كتابه ذرات الكربون يعني هما الاولين كما كتشاهدوا معايا. يعني كيف ما قلت قبل، يعني ذرات الكربون كدير 4 ديال الروابط، دونك غادي دير هنا رابطه مع الهيدروجين، رابطه مع الهيدروجين، غدير هنا رابطه وهنا رابطه، دونك غتبقى ليها يعني 2 الروابط. خاص يعني باش دير 2 الروابط، دونك غادي تحت يعني تضطر دير رابطه ثنائيه مع الكربون الاخر، بالتالي غادي يعني دير 4 ديال الروابط. دونك هذا ليكزامبل 2. دونك ندوز ليكزامبل 3. عندي مثلا هاد الجزيئه اللي كتكون من 3 ذرات تاع الكربون و8 ذرات تاع الهيدروجين وذرات تاع الاكسجين. دونك غادي نقوم بالتمثيل ديال هاد الذره هادي او الجزيئه، يعني كما قلت من قبل غادي نمثل ذرات تاع الكربون هما الاولين. غنقوم بوضع 3 ذرات تاع الكربون رسمهم هما الاولين، ثم بعد ذلك غادي نمثل يعني ذرات تاع الهيدروجين. كيف ما كنعرفوا باللي الهيدروجين كيدير رابطه وحده تساهميه لان عنده زاد ديالو كتساوي 1، دونك غادي يدير هنا رابطه رابطه رابطه. الكربون كيف ما قلت من قبل خصو يدير 4 ديال الروابط، دونك غادي نقوم بنفس العمليه هنا ونفس العمليه هنا. هنا عندي مشكل ديال الاكسجين، يعني كيف ما كنعرفوا باللي الاكسجين تيدير 2 الروابط تساهميه، دونك ضروري خصو يجي في هاد لا بوزيسيون باش يدير لينا هنا رابطه وهنا رابطه. دونك الا درتو في بلاصه مثلا اش غادي يدير لنا رابطه وحده، دونك ما خصوش يدير لنا رابطه، دونك هو خصو يدير 2 الروابط، دونك هذه هي البوزيسيون ديالو. دابا غادي ندوز لا فورميل الثالثه اللي هي لا فورميل سيمي ديفلوبي. هاد لا فورميل هادي تقريبا كتشبه لا فورميل ديفلوبي، غير هو كاين اختلاف بسيط ما بين هاد لا فورميل ولا فورميل الاخرى. الاختلاف اللي كاين ما بيناتهم هو في هاد لا فورميل ما كنمثلوش الرابطه اللي كتكون ما بين الهيدروجين والذرات الاخرى. دونك هذا هو الاختلاف البسيط اللي كاين ما بيناتهم. دونك غادي نخدم معكم واحد ليكزامبل اللي هو هاد الجزيئه اللي كتكون من 3 ذرات تاع الكربون، 8 ذرات تاع الهيدروجين وذرات تاع الاكسجين. دونك باش نمثلوا هاد الجزيئه في لا فورميل سيمي ديفلوبي غادي نقوموا بنفس العمليه. غادي نقوموا بتمثيل ذرات الكربون هما الاولين، عندي 3 ذرات تاع الكربون، ثم بعد ذلك تنبداو نمثلوا في ذرات تاع الهيدروجين بدون روابط تساهميه. دونك هنا كيف ما قلت لكم من قبل الكربون كيدير 4 ديال الروابط، دونك هنا غادي يحتاج 3 ذرات تاع الهيدروجين. غنمثلوا 3 ذرات تاع الهيدروجين. اما فيما يخص يعني الكربون الثاني فهو يعني كيحتاج 2 ذرات تاع الهيدروجين لانه ديجا عنده رابطه هنا وعنده رابطه هنا.
الكربون الموالي تا هو نفس العمليه. فيما يخص او اش فكنمثلوها هكا لان الهيدروجين ما كنديروش ليه رابطه تساهميه في هاد لا فورميل، يعني كنمثلو بهذا يعني بهذا الشكل هذا. نعطيكم مثال اخر. هاد الجزيئه اللي كتكون من جوج ذرات تاع الكربون وجوج ذرات تاع الهيدروجين، باش نمثلو هاد الجزيئه هذه نفس العمليه. كنحطوا ذرات الكربون هما الاولين، كيف ما عندي هنايا جوج ذرات تاع الهيدروجين. دونك هنا غادي ندير اش وهنا عندي اش، غادي يبقى خاص ثلاثه ديال الروابط. غادي نضطر ندير رابطه ثلاثيه ما بين هذا الكربون وهذا الكربون. دونك دابا غادي ندوز لا فورميل الخامسه اللي هي فورميل دو لويس. هاد لا فورميل هادي تقريبا كتشبه لا فورميل ديفلوبي بلون، غير هو كاين اختلاف بسيط ما بيناتهم. الاختلاف ما بين هاد لا فورميل ولا فورميل ديفلوبي بلون هو ان في هاد لا فورميل يعني كنزيدو لي دوبلي نوليونت. باش نشرح لكم هاد لي دوبلي نوليونت غادي نعطيكم واحد ليكزامبل ديال هاد الاكسجين. اكسجين عندنا زاد كتساوي 8، دونك غادي نكتبوها على هذا الشكل NS2 2S2 2P4. غادي نمثلوهم على في لي كاس كوانتيك. دونك هنا عندنا 2S2 غادي نديرو جوج اسهم، هنا عندنا 2P4 دونك 1 2 3 وغنديرو السهم الرابع هنا. لي دوبلي نوليونت هما هاد الخانات اللي فيهم يعني جوج الاسهم، يعني شحال من خانه عندنا هنايا، عندنا جوج الخانات عامرين. دونك هاد الخانات هما اللي كيتسماو بدوبلي نوليونت. باش نمثلوهم في لا فورميل كنديروهم على هاد الشكل، بحيث كل جوج نقاط كيساويو لينا خط على هاد الشكل، يعني كل خانه كتساوي لينا جوج نقاط. يعني هذا هو الاختلاف الوحيد اللي كاين ما بين لا فورميل دو لويس و لا فورميل دو ديفلوبي بلون. دونك دابا غادي ندير معكم لا فورميل الاخيره في هذه الفقره اللي هي لا فورميل توبولوجيك. هاد لا فورميل هذه مهمه بزاف حيت غادي نحتاجوها بكثره في الفقرات المواليه، يعني دونك خصنا نفهموها مزيان. هاد لا فورميل هذه التمثيل ديالها كيتميز بخطوط منكسره كما كتشاهدوا معايا فهاد ليكزامبل هذا، اللي كتمثل الاطراف ديالها ذرات الكربون. اي كل طرف من هاد الاطراف كيتميز يعني كيمثل ذره كربون. يعني هاد الكتابه هذه غادي نقوم بكتابتها ايضا، يعني نكتبها مره اخرى بفورميل سيمي ديفلوبي. كيف ما قلت لكم يعني هاد الطرف كيمثل ذرة كربون، دونك غادي نمثلو على هاد الشكل. دونك هنا كربون رقم 1، رقم 2 تا هو كيتميز بالكربون، رقم 3 تا هو عندنا فيه الكربون، وهنايا عندنا OH. ثم بعد ذلك غادي نبداو نمثلوهم يعني نبداو نضيفو الهيدروجين. هنا CH3، هنا CH2، هنا CH2، وهنا عندنا OH. يعني هذه فقط يعني التمثيل ديالها بفورميل ديفلوبي بلون. وفقط للاشاره فاش تكون عندنا ليزون دوبل كنمثلوها يعني بجوج شرطات. هنا كون كانت عندنا ليزون تريبل غادي نمثلوها بثلاثه ديال الشرطات. هذه كانت هي الفقرة الأخيرة في هذا الفيديو فيما يخص ريبريزونطاسيون دي موليكول. نتمنى تكونوا استفدتم في هذا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم اللي تعم الفائدة. دمتم في أمان الله، وإلى فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم.